السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة رافق. وصفتنا لنهار اليوم تارتولات بالشوكولا بعجينة بزاف بنينة ومقرمشة. كريمة الشوكولا راح تجي خفيفة بزاف وهايلة. يعني هاد الوصفة سهلة وبسيطة. نمر مباشرة نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة راح نبدأ بها هي العجينة. للعجينة نحتاج 125 غرام زبدة، صفار بيضاء، نزيد نضيف نصف كأس سكر جلاس ولا سكر ناعم. نمزج المقادير جيدا حتى نتحصل على كريمة. بعد ما تحصلت على كريمة نضيف نصف كأس مايزينا. نمزج المقادير جيدا. نزيد رشة خميرة الحلويات. نبدأ نضيف الفارينة. نزيد معاهم مغرفة كاكاو البني. نمزج المقادير جيدا. نبقى نزيد في الفارينة غير بشوية حتى نتحصلوا على عجينة تكون متماسكة ما تلصقش في اليد. بعد ما نطمت لي العجينة نرش البلون طرافاي تاعي بشوية فارينة ونبدأ نحل في العجينة. وهنا باش نسهل على روحي ناخد مول مدور عادي. بعد ما درت المول تاعي في العجينة، المول تاع لا تارتولات تاعي نحلهم مليح، نحي الاطراف الزايده ومن بعد نحكم الفرشات نتقبهم. بعد ما تقبتهم نحطهم في الفريجيدار من ساعه حتى لساعتين يرتاحوا. الكريمه راح نحتاج نص لتر حليب مع 3 مغارف مايزينا. نزيد معاهم 3 مغارف سكر جلاسي. وهنا لازم يكون الخليط تاعك بارد في بارد، يعني كل شيء بارد. الحليب يكون بارد باش هذيك لا مايزينا مع السكر ما يشكلوناش حبيبات. من بعد نزيد معاهم 2 مغارف كاكاو. نخلطوا كل شيء بارد في بارد. من بعد نحطوه على نار حتى يغلي. بعد ما غلالي وتماسك لي الخليط ضفت عليه شوكولا سوداء ولا شوكولا بالحليب اللي تكون عندك. هنا نخلطوا الخليط تاعي مليح. نخلي الخليط هذاك حتى يبرد لي مليح. بعد ما يبرد لي مليح ناخدو هذوك لي تارتولات اللي كنت طيبتهم على درجة حرارة 180 15 دقيقة. ناخدو هذاك الخليط تاع الشوكولا ولا كريمة الشوكولا نفرشوها من الفوق، نعمروهم تري بيان حتى نشوفوهم تعمروا. بعد ما تعمروا التزيين يبقى اختياري. انا كان عندي جوز، درت لهم الجوز من الفوق، شويه كاوكاو. وهذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. نتمنى تكون نالت اعجابك. ما تنسيليش بارطاج وجيم. على بروشين.